الباشا، لو كان بقى عندك انت واصحابك وكده، مين اللي هتخليه هو الباشا بتاع القصر؟ انا ما بحبش حد انا هاخدهم معايا القطر عشان انا اسيطر. ايوه ما انت كده. ايه ده؟ مش هينفع اوريك. ماشي. لو كان عندك اوضه سريه في القصر هتخبي فيها ايه؟ اكلي عشان ما حدش ياخده مني، دي اغلى ما املك. اكتر حد شكله عجبك النهارده؟ طبعا يعني. طبعا يعني. حد شكله عجبنا كلنا النهارده. طبعا يعني كنوزه. مش كسب هتعرفي بس. يوم خالي من بدون النكد. نكد. الحمد لله. يعني ده تستاهل اسبوع يا كنزي والله. لا هو قولي ايه؟ لها. هو يوم. قولي لها. هو قولي لها. يوم. المهم قولي لنا ايه سبب اول خناقه بعد كتب الكتاب؟ اكيد مثلا ما عوزتش تخرج معايا، او هو حاجه كده اكيد. ان هو مثلا لما بيعوز يقعد في بيته يرتاح بتخانق معاه. ليه ما نخرجش؟ لو مثلا ماليش نفسي انزل النهارده او حاجه مثلا تتخانق. صح. مع ان نبقى مثلا نازلين قبلها اسبوع كل يوم عادي يعني، بس هو يوم عايز اريح، لا ازاي؟ ايوه دي كانت من الخناقات، عشان احنا حتى بعد كده بكتاب قعدنا اسبوعين بنخرج كل يوم مع اصحابنا، فهو كان بقى بيبقى عايز ينام فبتخانق، او لو نام بتخانق معاه. ليه تنام مثلا؟ طبعا كاتب كتابكم ما شاء الله كان كل الميديا كانت قد ايه بتتكلم عنه ان هو كان تحفه، بس اكيد ما بيخليش من التعليقات اللي اكيد ضايقتك. قولي لنا ايه اكتر كومنت حسيتي ان هو ما كانش في محله؟ بصي انا صراحه ما شفتش كومنتس وحشه، بس اللي عرفته بعد كده ان في ناس قعدت تتريق ان انا نطيت في البسين، ومش مهتمه خالص صراحه. كان احلى حاجه حصلت يعني، لان هي كانت حاجه تلقائيه قوي. انا ما بعرفش اعمل حاجه عشان الترند او كده خالص. انا حتى ما اعرفش ان حد بيصور، كانوا المصورين مشيوا وخلاص قالوا لي كنزي هتعملي اي حاجه نصور، قلت لهم لا لا ما تقلقوش. عارفه اللي هو المصور ماشي لدرجه ان هو راجع بالموبايل ما لحقش لقاني في البسين. لا بس كانت لذيذه. طب كنزي بتؤمني من الحسد؟ بتشوفي ان موضوع الفيلر بتاع مناخيرك ده حصل بسبب ما الحسد وتهوى العين وكده؟ لا مش حاسه اختيار سيء مني، وربنا برضو استخدمني علشان اوعي الناس عن الفيلر، وبجد الموضوع عمل وعي كبير جدا انا مبسوطه بيه يعني. لا ما اظنش. دايما متعودين منك على الوعي، ودايما متعودين منك قد ايه انت بتعرفي تخاطبي البنات بشكل كويس. والله عايزاكي تقولي لي يعني ايه اكتر حاجه تحبي تقوليها للبنات مسج دايركت كده على المواضيع دي؟ هو انا مش عايزه اقول ان في ناس بجد يعني الموضوع مش بيعملوه اللي هو عدم ثقه او مش عارفه ايه، هما بيحسوا ان الموضوع سهل يعني، خلاص كل الناس بتعمله ومش عارفه ايه وكده. انا عايزه اقول لو بنت مثلا عايز تعمله عشان هي حباه ومقتنعه بيه، ماشي براحتك، بس اختاري دكتورز كويسين. لكن لو بنات عايز تعمله عشان حاسه ان هي اللي حواليها عاملينه واللي مش عارفه ايه وبتاع، لا بجد يعني هو الفتره اللي احنا فيها الجمال الناتشورال بقى هو المختلف، فبجد لا ان هي ما تحاولش تقلد حد، ما تحاولش تبص لحد، يعني كل واحده ليها جمالها.